معمول السميد الفاخر اللي من دون طحين. من بعد هالوصفة راح نودع فشل المعمول نهائيا، راح يزبط معكم ومن أول مرة، هش وطري ولذيذ وبدوب ذوبان. ما بتتخيلوا قديه طلع طعمه أكتر من رائع. وبهالفيديو راح أحكي لكم كل أسرار المعمول ليطلع معكم بهالنتيجة الخرافية. أول إشي راح نبس عنا 6 كاسات من سميد الفرخة. هاد هو سميد الفرخة اللي بيكون ناعم كتير قريب على الطحين. حنحط عليهم كوبين من السمنة، هاد هو قوام السمنة، وأهم إشي ما تكون السمنة سخنة. راح نبس السميد مع السمن بهذا الشكل بأطراف الأصابع ليتغطى عنا السميد كله بالسمنة، وراح نريحها يومين. لكن كل 6 ساعات بنفركها بنفس الطريقة اللي هلأ حتطلع معكم بالفيديو. تمام. بعد اليومين راح نعجنها. بنحتاج لنص كوب من الحليب البودرة، معلقة صغيرة من المحلب، معلقة كبيرة من السكر المطحون مع مستكة، شوية من الخميرة، وراح نضيف كمان عنا 3 معالق كبيرة من السمن البلدي. تمام. حنضيف ربع كوب من ماء الزهر وربع كوب من ماء الورد. بالنسبة للمي حنضيفها عنا بالتدريج وتكون بحرارة الغرفة. تمام. بنبلش نعجن بالعجين المعمول بأطراف الأصابع، وزي ما احنا شايفين كل شوي راح نضيف المي لنحصل عنا على عجينة طرية ومتماسكة زي ما احنا حنشوفها هلأ بالفيديو وما بتلزق بالإيد. نحتاجها عنا لكيلو من التمر، عجنته بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من القرفة. بنعجنه كتير منيح ليصير عنا شكله هيك. هنبلش نحشي حبات المعمول. طبعا هنا حبة المعمول التمر عفوا بتكون نص حجم العجينة. بنغلفها بهالشكل. شوفوا ما أحلى العجينة عندي كيف. وبعد ما خلصنا الكمية بلشت أنقش فيها عنا بالمنقاش بهالشكل. طبعا ممكن تعملوها بالقوالب بس المنقاش بيعطيكم شكل أفخم. هون عندي أنا بعد ما خلصت كل الكمية بخبزها على حرارة 260 فوق وتحت، بس بتكون الصينية أقرب لفوق من تحت. بنحط عليها السكر البودرة وهي دافية وصحتين.